مساء الخير، مساء النور، إخواني والأخوات، تحية للجميع. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. مع كل أسف كنت كنتمنى على أنني نجي نلقاكم في مباشر اللي نجيبوا فيه تقريبا واحد الساعة د المكانة ونهضروا ونتحدثوا ونكشفوا ونستمروا في كشف خيوط المؤامرة اللي دارت على المغني المغربي سعد المجرد. ولكن مع كل أسف اليوم انا جيت بهذا اللايف القصير المسجل غير فقط اخواني اخواتي باش نحمل لكم بعض يعني الاخبار السيئه، اخبار اللي ما تتصورش، اخبار غير ساره. مع كل اسف اخواني اخواتي، شفتوا شنو وقع لسعد المجرد يعني بعد الحكم ديال 6 سنوات. كذلك واحد الهجمه شرسه اللي كيتعرض لها من اجل انهم يضربوا له الصوره ديالو ويشوهوا له السمعه ديالو. مع كل اسف يعني واحد الجانب نجحوا على انهم يعني يسوقوا لهذا الباب ديال انهم يشوهوه ويهرسوا له ذاك الكارير ديالو. في الجانب الاخر شفنا اخواني اخواتي ناس من يعني مختلف الاجناس، يعني من مختلف كذلك المناطق عبر العالم تؤازر سعد المجرد وواقفه معاه. وبالاكثر من ذلك الناس اللي بدات يعني تتساهم في كشف خيوط المؤامره اللي دارت على سعد المجرد حتى قبل يعني صدور هذا الحكم. هذا اليوم مجموعه من الفيديوهات اللي ولاو واضحين، كل شيء كيتفرج فيهم، كل شيء كيفهمهم بمختلف اللغات، بمختلف يعني الاجناس. الناس ولاو كيعرفوا على انه هذا السيد هذا تعرض لمؤامره يعني مده هذه. احنا في هذه القناه المتواضعه، قناه فؤاد بروكسل او قناه مغربي بروكسل، ساهمنا وبدينا كايها يعني باقي الاخوه والاخوات باش اننا كننزلوا فيديوهات وكنحاولوا نقربوا يعني خيوط ديال المؤامره اللي دارت على هذا السيد هذا. ولا خير دليل الفيديو اللي كنا نزلناه اليوم اخواني اخواتي، او المباشر اللي كشفنا من خلاله على انه هناك ناس اللي عندهم فيديوهات عليه ويعني ويهددون في يعني في اي وقت وفي اي لحظه على انهم يدفعوا بدوك الناس اللي كيسميهم على انهم ضحايا باش يرفعوا شكايات ضد سعد المجرد. اليوم مع كل اسف انا جايب لكم واحد الخبر اللي هو يعني سيء. دعوة قضائية أخرى تترفعها واحد السيدة في الجنوب الفرنسي ضد سعد المجرد. هذه دعوة قضائية في محكمة الجنايات في الجنوب الفرنسي، وبالضبط في منطقة سان تروبي. يعني ما عرفتش أنا هذه الإنسانة هذه عاد اليوم شافت على أنها ضحية ديال منع في الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، يعني نفس التهم اللي معروفة. ما عرفتش فين كانت هذه السيدة هذه، ما عرفتش أن هذه السيدة هذه واش هي قاصر واليوم عاد اكتشفت على انها كانت ضحيه، او انه من هب ودب اليوم غادي يفيق من النعاس ويلقى على انه واحد النهار شارك الهضره او شارك يعني كما تنقولوا حنا الطاوله والمائده او الجلسه مع سعد المجرد. فاليوم جا الوقت باش يرفع عليه شكايه. مع كل اسف اخواني اخواتي هذا الشيء اللي كنشوفوه اليوم دابا وهذا الخبر هذا اخواني اخواتي فنزلاتو قناه العربيه وتكلمت عليه واحد الصحفيه مغربيه اللي كتقول على انها يعني تنقل الحقيقه والى غير ذلك. كنت سمعت لها يعني بعض المداخلات ديالها قبل النطق بالحكم على سعد المجرد. هي غير متمكنه من الملف مع كل اسف، ولكن بحكم انها صحفيه فيعني لها الحق ان تقول يعني ما شاءت. اليوم نقلت لنا هذا الخبر عن طريق القناه العربيه. القناه العربيه اللي اليوم ما عرفتش المحتوى ديالها ولا متخصص فقط في سعد المجرد. ليس هكذا او ماشي هكذا يعني تدار الامور. احنا ما تنقولوش على انه العربيه ما يمكنش على انها تواكب الحدث، ولكن على الاقل تنقل وما تكونش واحد الطرف يجيش الجانب الاخر باش انه كذلك يرفع شكايات ضد سعد المجرد او سعد المجرد، او تكون الخطابات ديالها فيها دعوه الى جميع ما يسمون انفسهم انهم ضحايا باش يرفعوا شكايات ضد المجرد بدعوى التضييق على المرأة أو حقوق المرأة أو غير ذلك. فإحنا نحترم حقوق المرأة. الدين الإسلامي دين كرم المرأة، وبالتالي ما عرفتش اخواني اخواتي يعني كما كنقولوا حنا كتجي غير من عند الناس اللي قراب لك والناس اللي كتعرفهم. العربيه اليوم اصبحت يعني طرف هذا النقاش، هذا الملف هذا تخلت على جميع المشاكل ديال الشرق الاوسط والمشاكل اللي عبر العالم. فاليوم اصبحت مختصه في نقاش ملف ديال سعد المجرد. اخواني اخواتي اليوم غادي نقول للمغاربه ونقول للاخوان والاخوات كاملين المتضامنين مع سعد المجرد، هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا صعيب وصعيب بزاف، خطير وخطير بزاف. اليوم هذا الانسان هذا اليوم اصبح يعني مطلوب رقم واحد ربما عند اجهزه معينه، يعني ما نقدروش اننا نجزموا، ولكن كل شيء يعني بدا كيبان، كل شيء بدا كيتضح لنا. مؤسف جدا انني نقول لكم هذا الخبر ونسجل هذا اللايف، ولكن هذه الحقيقه اخواني اخواتي. دعوه قضائيه اخرى بجنايات
ديال الجنوب الفرنسي وبالضبط منطقه سان تروبي. خوتي ما خصناش نسكتوا، خصنا نهضروا، خصنا نازروا هذا المواطن المغربي، لان هذا الشيء هذا زاد على حده. يا خوفي يا خوفي على انه تكون الامر يعني متعلق بتصفيه حسابات. وهذا الشيء هذا كنت شرت له في الفيديوهات السابقه وقلت انا اخاف على انه تم يعني تسييس يعني كما تنقولوا القضيه ديال سعد المجرد. اليوم بعد هذه القضيه هذه اللي سمعناها والتصريح من عند هذا الصحفي في القناه العربيه واللي اكدت على انه وجود دعوه قضائيه بمحكمه الجنايات بالجنوب الفرنسي، يعني الامور بدات كتتضح لنا، كلشي ولا مفهوم، كلشي دابا ولا باين، كلشي ولا واضح. اليوم خصنا نوقفوا وقفه يعني رجل واحد باش نوحدوا الصفوف وندافعوا على الحق. اخواني اخواتي، ما يمكنش هذا الوليد هذا اليوم فهو كبش فداء، يعني كيديروا فيه ما بغاو. ما يمكنش اليوم اللي فاق من النعاس كان سلم على سعد المجرد هذه عامين و3 سنين، اليوم يجي وتفيق من النعاس ودير المكياج وتجي تغدا تقول لك راه تم اغتصاب ديالي. فهذا الشيء هذا اخواني اخواتي اليوم صباح مميع، بدا كيتميع من بعد ما شفنا الملف الاول ولقينا على انه خاوي من مجموع الادله اللي يعني تثبت على انه هذه السيده يعني تعرضت للاغتصاب. وخير دليل هو يعني التقرير ديال الطب الشرعي، ولكن مع كل اسف المحكمه كان لها يعني راي اخر. اليوم بانت لنا وحده اخرى، غدا تبان لنا وحده اخرى، غدا تبان لنا وحده اخرى. نتمنى على انه اليوم ما يكونش سعد المجرد ضحيه ديال تصفيه حسابات. هذا الشيء هذا ما غاديش نسكتوا عليه، هذا الشيء غادي نتكلموا عليه كاملين بالمواكبه ديالكم اخواني اخواتي. نتمنى على انكم هذه المعلومه هذه مع كل اسف واخا ماشي معلومه مزيانه ولكن بارطاجيوها باش توصل الناس مسؤولين، توصل للعائله ديال سعد المجرد، كذلك باش الراي العام يعرف الجديد في هذه القضيه هذه اللي طرفعات في الجنوب الفرنسي. اخواني اخواتي، راه ما يمكنش نخليوها دوز مرور الكرام، خصنا نعرفوا كل صغيره وكبيره بما انه هذا مواطن مغربي وحنا كمغاربه من حقنا نوقفوا مع ولد بلادنا. ماشي انه لحقاش هو واخا ظالم نوقفوا معه، ولكن نحن نبحث عن الحق، خصوصا مع انه يعني بانت مجموعه من الخيوط ديال التآمر على هذا المواطن المغربي قبل حتى المحاكمه. اخواني اخواتي، وهذا الشيء اللي كنحاولوا اننا نفكوه من خلال الفيديوهات اللي كنقدموا لكم. باش نزيد ننزل الخبر بشكل صحيح، غنسمعوا هذه الصحفيه اللي تكلمات في قناه العربيه واكدت على هذا الخبر ديال رفع قضيه امام جنايات ديال الجنوب الفرنسي. نخليكم غندوز غير الاوديو اخواني اخواتي باش ما نتعرضوش لشي شي سترايك ولا شي حاجه من القناه العربيه. مع كل اسف ما عرفناش العربيه واش معانا ولا ضدنا. على اي سابق لاواني باش نحكموا الايام بيننا اخواتي. نسمعوا هاد السيده شنو قالت. سمحوا لي كنتكلم باش ما نطولش عليكم بزاف. قضية تنتظره في محكمة الجنايات بالجنوب الفرنسي بمنطقة لوفار حيث سان تروبي، وحيث شابة فرنسية أيضا تقول بأنه اعتدى عليها جنسيا. تفاصيل هذه القضية أيضا وهذه المحاكمة غير معروفة، ولكننا سننتظر كلمة القضاء في هذا الإطار. يعني حتى لو خلاص انه مثلا تم الاستئناف وتاكد الحكم هذا او ما تم الاستئناف وخلاص ثبت هذا الحكم، لسه امامه قضيه اخرى قد تزيد عليه سنوات اضافيه، يعني نحن بنقول اكيد ساره. هذه يعني الحكم الذي بث في هذه القضيه التي ننتظرها منذ 7 سنوات تقريبا لن يساهم في تسهيل الامور بالنسبه للمحاكمه المقبله، لانه فيها ايضا اعتداء جنسي، بمعنى انه هذه الكلمه تتكرر منذ سنوات للاسف الشديد في مشوار سعد المجرد الفني. تتكرر منذ سنوات ومنذ سنوات. اين هم هؤلاء الضحايا؟ ما عرفناكش واش انت صحفيه بالفعل كصحفيه من اجل نقل الخبر فقط، ولكن ما عرفناش واش يعني من اجل نقل الخبر يعني فقط، ولا انك تعرفي وتتبع الماضي منذ سنوات. كان يمكن لك تسولي هذا الضحيه اللي رفعت الدعوه يعني امام المحاكم الفرنسيه في الجنوب الفرنسي اين كانت هذه السنوات. يعني اليوم اخواني اخواتي مع كل اسف اليوم اصبح الكل يتاجر بقضيه المراه وبحقوق المراه مع كل اسف. حتى يعني بعض النساء اقول اللي هما يعني واصلين مناصب صحفيه او كذا يستغلون قضيه المراه ويروجون على انه المراه دائما مظلومه. مع كل اسف اخواني اخواتي مع كل اسف، وكان هذا سعد المجرد يعني وحش بشري يعني في هذا العالم هذا ويعتدي على النساء والى غير ذلك. غدا ولا بعد غدا ان شاء الله غادي نسمعوا كذلك من دول اخرى كذلك تعرضوا للاغتصاب. على اي اللعبه اليوم اصبحت مكشوفه للعيان، الكل يعلم ما يعني ما يدور وراء الكواليس.
فما خصناش على اننا نطلقوا من هذا الملف هذا، خصنا نبقاو مواكبين باش نعرفوا الخبايا. واكيد على انه قادم الايام غادي تكشف لنا مجموعه من الاسرار، وغادي تكشف لنا على انه سعد المجرد ضحيه مؤامره منذ زمن لا يعقل الخوت، لا يعقل. الكبير والصغير يؤكد على انه يعني ملي كتكون علاقه رضائيه، يعني حتى يعني مع بعضياتهم جالسين الناس، يعني ما كاينش على اي. صعيب انني نشرح هذا الشيء كامل، بغيت نخلي غير هذا اللايف مسجل يعني مع كل اسف. وبالتالي نضرب لكم موعد ان شاء الله في الجديد غدا في مباشر اخر. نتمنى على ان الامور تكون في صالح سعد المجرد، ونتمنى على ان المحكمه هذه ديال الجنايات الجنوب فرنسا على انها ترفض هذا الدعوه هذا، او ترفع هذه الدعوه هذه عفوا. وبالتالي ما تاثرش على سير المحاكمه، وخصوصا نحن مقبلون على الاستئناف. اخواني اخواتي، تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.